طب انت امتحنت وما جبتش المجموع اللي انت عايزه، ده عادي جدا، لان ثانويه عامه ملهاش اي علاقه بالمحاسبه، ملهاش اي علاقه بالطب، ملهاش اي علاقه بالاسنان، ملهاش اي علاقه بالسياسه والاقتصاد، ملهاش اي علاقه باي حاجه تانية. هو بس بيجهزك وبيؤهلك ان انت تعرف تستقبل المعلومات الجايه. لكن انت ممكن تخش كليه وتطلع تشتغل في شغلانه تانية خالص اصلا ملهاش علاقه بشهادتك. 120 مليون مصري، اعتقد ان في 2 مليون بس بيشتغلوا بشهادات الدكاتره، ما اعتقدش في حد تاني. حتى الدكاتره ما بيشتغلوش بشهادات. الدكاتره بيطلع مش عايز يشتغل دكتور وبيفتح شركه ادويه، ملوش علاقه بالدكتور، واي حد ممكن يفتح شركه ادويه او شركه مستلزمات طبيه او شركه بتورد اجهزه طبيه. والمهندسين بيطلعوا يسيبوا الهندسه ويشتغلوا في اي حاجه تاني برضه. يقول لك اصل انا مهندس، هو ما بيشتغلش في الهندسه بس انا مهندس. يعني انت ما بتشتغلش في الهندسه بس. والعكس صحيح بقى، ممكن يبقى خريج تجاره وعنده اكبر مستشفى في البلد، ممكن يبقى خريج سياسه واقتصاد وعنده اكبر شركه بتاعه عقارات في البلد، وممكن يبقى معاه دبلوم ومعاه اكبر شركه بتاعه مش عارف ايه. فاللي انت بتعمله في التعليم الاساسي ده لا اكتر ولا اقل من هو بيصنفر لك مخك عشان يخليك جاهز للمجتمع بس. عشان كده انا بسميه تعليم اساسي. فلو انت جبت مجموع حلو في ثانويه عامه برافو، انت اجتهدت وعملت حاجات كويسه، برافو عليك، قابل يا واحد، قابل اللي جاي. لو انت بقى ما جبتش مجموع وطلعت بمادتين، طلعت بثلاثه، طلعت باربعه، عادي جدا، صباح الفل على عيونك. انت اصلا مش لازم تزعل. يعني انت ممكن تحزن، انا ماليش دعوه بالحزن ده وان انت تتضايق، لكن مش لازم تزعل. اللي جاي ملوش اي علاقه، صدق لسه هتاخد على وشك اكتر. اتقل. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنت سنه اطلع لك تاني كل يوم.